بقول لكم يا اخواتي، انا بدور على ندى مش لاقيه. تعالوا نبص كده عليها في التلاجة. بخ بخ. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ حرانه يا احمد، انا في التلاجة بطلع نفسي شويه. حرانه تقعدي في التلاجة؟ ايوه، وبعدين عايزه اعرف مين اللي قاعد في التلاجة بيطفي النور بتاعها كل شويه. في النور. ايوه والله يا احمد، كل ما اقفل الباب الاقي حد يطفي النور جوه، فقلت مستنيه اشوفه بقى اللي بيطفي ده، بس ما لقيتش حد. الله معك. مع السلامه. نزلت اشتري كتكوت، فتحت التلاجة بتاعتي كده لقيتها صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. قلت له تاني دي لازم تتنضف. رحت كده لفرعون الصغير الكبير، قلت له ما تقوم يا فرعوني، اللمبه بقى لها 6 شهور محرومه، تقوم تغيرها يا عم. قال لي بقول لك يا بعيده عني انا تعبان. قلت له عشان خاطر يوم غير. قال لي ماشي، انا بيني وبينكم بنسهيه عشان اروح اغسل التلاجة قبل ما يشوفها بالمنظر البشع ده. وقلت اخلصها في 5 دقيقه وعادي، مش اهمال مني. كل الحكايه ان انا بعمل صلصه في التلاجة وبقفل البرطمان للاخر، فبيبوظ بالظبط في التلاجة، فبيبوظها بالشكل ده. رحت كده ببص عليها لقيته لسه ايه بدور على اللمبه. قلت له روح الله معك. خدت بقى شويه ميه دافيين كده ورحت قلت اكب على الحاجات دي عشان تسيح، لان هي ماسكه جامد في التلاجة. وقعدت ارش فيها وجبت ايه الكرسي وانا قصيره ومش طايله وريقي ناشف وتعبان. قعدت بقى اكب الميه فيها وخلعت البتاع دي. ودي ندور فتحات قناه السويس دي ولا ايه؟ المجرى المائي ده بتاع قناه السويس، ما اعرفش ايه دي ما اللي في التلاجة والله بالصراحه. المهم بقى رحت ماسكه منضفه كده، حطيت الاسفنجه من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وقعدت بقى اغسل فيها وانضف الميه الوسخه اللي فيها دي الاول قبل الضحك وقبل اي حاجه. ايوه الشغل كده يكون نظيف. المهم كده ببص على الفرعون لقيته لسه بيطلع اللمبه. قلت له خليك، ولو انت ناوي ما تجيش معايا في رغاوي. خدت بقى الاسفنجه بتاعته وقعدت اديها يمين لشمال وشمال ليمين ويمين لشمال وشمال ليمين، واديله اديله ادي. مسكتها كده دعكتها ليفتها ولا تليفه العيد الكبير حتى، وتظبطتها من كتر الغسيل، خليتها كده تبوظ رغاوي من جوه تبوظ. ايوه اهم حاجه النظافه، اللي هي اهم من الشغل ضبط الشغل يا اخواتي. وقعدت بقى اغسل فيها رف. صدقوا وانا صغيره كنت مفكره الرفوف ديت بلكونات، كنت بقعد العب في التلاجة على اساس ان هم بلكونات. كنت طفله مشوهه. المهم بص على فرعون لقيته لسه بيطلع اللمبه. قلت له خليك بقى براحتك. قعدت بقى وانا مستعجله وبجري على اخري ومش طايله، وقعدت ادعك فيها من بره ومن جوه، وادعك فيها يمين لشمال وشمال يمين ويمين لشمال وشمال يمين ويمين لشمال وشمال يمين، واديله. ومسكت بقى القماشه ورحت ماسحه الرغاوي اللي بره دي. وزي ما قلت لكم لو انت ناوي ما تجيش معايا في رغاوي، حد ليش ولا حاجه ودخلت بقى التلاجة ديت ميه نظيفه تمام. مسكت بقى ديت عشان ايه اعمل بها الرغاوي الصابون الحاجه الموجوده فيها كده اشيلها والوسخ والكلام ده. شوفوا الميه كانت شكلها عامل ازاي، عواريكم بقى الميه رايقه بيضه نظيفه ازاي. والله برضه اولاد انا مش عارفه الفتحات ديت بتاعت ايه. انا قعدت اغسل فيها، انا قلت اكب فيها ميه، لا ما اكبش، بس مش عارفه هي بتاعت ايه. تبقى اكتبوا لي في الكومنتات الفتحات دي بتاعت ايه. بالمناسبه نوع التلاجة كريازي حب واعتزازي. المهم بقى على فكره كل ده انا واقفه على الكرسي عشان تعرفوا مدى معاناتي وانا قصيره اصلا. قعدت بقى القماشه مسكتها لمعتها تلميعه ولا اجدعها محاراتي. المهم بقى شلت البتاع اللي تحت ده وجبت شويه ميه نظيفه وجبت شويه خل. الخل بقى ده ليا يا ولاد عشان التعقيم. وفي الاخر بقى رحت كبه في الفتحات دي، بنحط دي من تحت لقيت الميه نازله من تحت. قلت لا والله ده من فوق بينفذ على تحت ولا مش عارف، ولا يمكن يكون مزراب. شلت بقى الرفوف والحاجه اللي فيها طلعتها، قلت الغسيل في التلاجة كده مش هينفع. جبت الفوطه بقى ورحت من الشفاشه ما خليش فيها ميه خالص. ببص على الفرعون لقيته لسه بركب اللمبه. قلت له خليك بالراحه لما اخلص عشان انا قدامي خلاص 5 دقايق اكون خلصت الشغل اللي في ايدي كله وعادي. خدت بقى الرفوف ودخلت على التلاجة، فضلت اغسل فيها يمين لشمال وشمال يمين وشمال يمين ويمين لشمال ومن فوق لتحت وتحت لفوق، وظبطتهم بقى من الغسيل. ورحنا شكله اتكهرب باللمبه ولا اتخض. المهم بقى خليته ما رضيش ينادي عليا، قلت اما اخلص الشغل اللي في ايدي. لو خلصت بقى الرفوف ومسكتهم نضفتهم حته تنظيفه بقى ايه في قلبك يا اختي في قلبك. ببص ورا التلاجة لقيتها ايه زريبه. قلت ايه ده يا بت، وفي حد بيكب زباله ورا التلاجة ولا ايه؟ المهم بقى جبت القماشه ورحت مسحها. والله يا جماعه بتعذروني والله المكان عندي بصوا ضيق. المهم خليت التلاجة كده ايه فله شمعه منوره. اتفرجي يا اختي وروحي اعملي تلاجتك زي ما انا عملت تلاجتي عشان لحمه العيد الكبير. وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.